مساء الفل عليكم. كلنا محتاجين لعيبه ب4.5 و4 مليون كده في تشكيلاتنا في الفانتسي. تعالوا نقول لكم مين لعيبه ب4 مليون حراس تجيبوهم ومين لعيبه لحد 4.5 دفاع تجيبوهم. كارلو من ليدز يونايتد اللي ممكن بنسبه كبيره نلاقيه بيلعب اساسي مع ليدز يونايتد لو باعوا نوسلير اللي عندهم. اللاعب الثاني وهو بينيتيز حارس مرمى كريستال بالاس الجديد، وممكن بنسبه كبيره تلاقيه ان هو بيبدا يشارك واحده واحده. اللاعب الثالث وهو كلادكي حارس نادي بيرلي، ده ممكن تروح تجيبه بنسبه كبيره ممكن يلعب. اللاعب الرابع وهو توم هيتن لاعب مانشستر يونايتد بعد اصابه اونانا. خامس واحد معانا والاخير وهو كينيسكي طبعا حارس بتاع توتنهام. خش على 10 دفاع معانا بسعر 4.5، وانتظروا الجزء اللي جاي هيبقى فيها خط النص المهاجمين. اول واحد وهو كاديوجلو الوينج طبعا او الظهير بتاع نادي برايتون، شفنا ان هو عامل اداء اكتر من رائع الموسم اللي فات. اللاعب الثاني وهو ليني يورو لاعب مانشستر يونايتد، لاعب طويل كويس في الهداد، هو اللي بيطلع بالكوره، ممكن تلاقيه راح وعمل لك اسيست عادي جدا. اللاعب الثالث وهو دورجو برده من مانشستر يونايتد، اللي انا متوقع له ان هو هينفجر الموسم ده مع مانشستر يونايتد. اللاعب الرابع وهو ترافيس الصفقه الجديده بتاعت بروموس، لاعب كويس جدا وهيلعب معاهم اساسي بشكل كبير. اللاعب الخامس وهو كايودي لاعب برينتفورد اللي شفناه اللي عمل ماتش رائع قدام مانشستر يونايتد الموسم اللي فات، لاعب برده كويسه جدا ممكن تروح تجيبه. اللاعب السادس هو ايدن هيفن من مانشستر يونايتد، برده صفقه كويسه جدا لليونايتد ممكن تروح تجيبه معاه. سابع واحد وهو ماندافا لاعب هايل جدا من سندرلاند ممكن تروح تجيبه. اللاعب الثاني وهو بمبيلي برده اللي لاعب من سندرلاند. اللاعب التاسع وهو بورناوف صفقه جديده لنادي ليدز يونايتد. اللاعب العاشر وهو ديوف لاعب ويست هام الجديد. بس كده دي كانت حلقه النهارده من الحراس والدفاع اللي بسعر قليل.